أهلا بيكم في فيديو جديد عن تطوير الأعمال أو البيزنس ديفلوبمنت. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي مش حاصرة على البيزنس ديفلوبمنت بس، هي الصراحة عبارة عن اي بي سي بيزنس، حاجة ما ينفعش أي بيزنس يتعمل من غير وجودها، وهي اليو اس بي يونيك سيلينج بوينت. في بيزنس كتير وفي مشاريع كتير وفي ستارت ابس كتير بتبدا المشروع لمجرد اللي هو شاطر في الحاجه، او لمجرد اللي هو شايف ان هو بيعرف يعمل حاجه وباعها مره او مرتين وبقى عايز يعملها اكتر من مره من غير ما يدور على اليو اس بي. اليو اس بي دي عباره باختصار عن ايه الميزه التنافسيه اللي بتميزك عن اي حد تاني بيقدم له نفس اللي انت بتقدمه، سواء منتج او خدمه. وهنا تعالوا نشرحها بمثال بسيط او نخليهم مثالين. المثال الاول، تعالوا نفترض مع بعض ان انا محتاج اشتري بدله جديده ببادجت 5000 جنيه. رحت نزلت مكان عندنا مشهور في اسكندريه اسمه محطه الرمل، لقيت فيه 20 محل. لفيت على ال 20 محل كلهم، لقيت البدله اللي انا عايزها في 5 محلات بس للاسف مش عارف اشتريها لان سعرها 8000 جنيه مش ب 5000 جنيه. ولكن في ميزه واحده بس عند محل من الخمسه، ايه اللي خلتني اخد قرار ان انا اشتري من عنده، وهي الدفع بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد. ميزه بسيطه ما كانش فيه 19 محل مهتم اللي هو يعملها، او بمعنى اصح بعد ما عملنا فلتريشن ما كانش فيه من ال5 محلات اللي كان عندهم البرودكت اللي انا بدور عليه، ما كانش عنده الميزه دي غير واحد بس منهم. استفاد من الموضوع ده ايه؟ استفاد حاجتين. اول حاجه اللي هو خلاني اشتري من عنده، تاني حاجه انا دفعت 3000 جنيه عن اللي انا كان عندي استعداد ادفعه من البدايه. المثال التاني تعالوا هجربه عليا. دلوقتي انا كروبير شغال مطور اعمال، ايه اللي ممكن يكون بيميز روبير عن اي مطور اعمال تاني؟ والإجابة هنا ببساطة، أنا أول ما اتخرجت من الكلية بعد شغل حوالي سنة بدأت مشروع أو ستارت اب مع واحد زميل ليا، كان اسمه بوينت بريك ترافل. كنا عاملين مشروع عبارة عن سياحة بيئية بنشجع الناس على ثقافة التخييم والكامبينج. طيب، من هنا نقدر نوصل ان انا بقى عندي اكسبيرينس، ان انا اي حد بيقعد معايا بديله بزنس ديفلوبمنت كونسلتيشن او استشاره في تطوير الاعمال، بقيت عارف هو عدى بايه وكان حاسس بايه عن تجربه، مش بناء عن كلام او عن دراسه بس. دي بالنسبه لي كروكير انا شايفها انها ذا بيست يو اس بي بالنسبه لي. ده كان موضوعنا النهارده. انصحك لو هتبدا مشروع او اوريدي عندك مشروع ان انت لازم تدور على اليو اس بي، وما تكونش يو اس بي واحده، لازم يكون اكتر من واحده، 3 او 4. حتى لو مش كنتش هتستخدمهم النهارده، مش دورك ان انت تستخدم كل الميزات التنافسيه بتاعتك في وقت واحد، انت بتشيلهم للمستقبل. العالم بيتغير، وهي دي الفايده ان لازم يكون معاك بزنس ديفلوبر. ما تنساش تعمل فولو اند سبسكرايب لو لسه ما تابعتنيش علشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. اشوفكم على خير. روبير مصعب.